إن شاء الله النهاردة هنكلمكم على موضوع مهم جدا وشائع جدا في المصريين وشائع جدا في 50% من مرضى السكر، وهو الدهون على الكبد. أولا، يعني إيه دهون على الكبد؟ الكبد من أهم وظائفه إنه يهضم الدهون عن طريق العصارة الصفراوية اللي بتفرزها الصفر. طيب لو الكبد كسلان وما بيعملش وظيفته بطريقة مظبوطة، الدهون هتنزل مش هتتهضم، وبالتالي هتزيد في الدم، وبالتالي هتتراكم على الكبد زيادة، وبالتالي الكبد هيكسل زيادة، فالأكل ما يتهضمش زيادة، فهكذا هتبقى حلقة مفرغة بتنتهي إن الدهون دي تعمل فشل في الكبد، ويبقى الكبد دهني وبيبقى أكنه اتليف بالظبط. طبعا هل ده بيحصل لكل الحالات؟ لا، هي بتبقى زي ما قلت لكم، بتبدا بكده وبعد كده بتبقى دايره مغلقه بتنتهي بتليف الكبد لو احنا اهملنا. لكن ان شاء الله بالتعليمات في الاكل وبالعلاج بالدايره دي بنقطعها. طيب دهون الكبد زي ما قلنا ان هو مشائع جدا. اللي عنده نسبه سمنه عاديه بتبقى جزء منه دهون على الكبد. بعض زي ما قلت لكم 50% من مرضى السكر بيبقى عندهم دهون على الكبد. دهون الكبد مهمة قوي. طب احنا بنعالج دهون الكبد ازاي؟ اول حاجة بنظام الاكل، نقلل النشويات والسكريات بصفة عامة. وتاني حاجة ان احنا ما بناكلش بالليل، يعني المفروض بعد الساعة بعد مثلا العشاء ما ناكلش خالص، لان معظم الاكل اللي بناكله سواء بروتينات او نشويات بيتحول لدهون وبيتخزن لدهون على الكبد. فدي رقم واحد. رقم اتنين، بندي بقى حاجات علاجات زي السيلمارين تنشط وظائف الكبد، وبندي برشام زي الفاركوفيت، عبارة عن فيتامين ب معمول بطريقة معينة بيدوب الدهون القديمة. يبقى احنا بنقلل الدهون اللي الجديدة وبننشط الكبد عشان يقوم بوظائفه، وبنسيح الدهون القديمة، وبالتالي يرجع مع واحدة واحدة الكبد لنشاطه ودوره الكبير اللي موجود في الهضم. طيب أعراض الدهون على الكبد إيه؟ ممكن تلاقي أعراض زي الكسل، عايز ينام على طول. ممكن بقى أنت لما تيجي تكشف عليه بتحس طبعا الكبد طبيعي بيبقى من ناحية اليمين كده تحت الضلوع في الطبيعي، وهو في حجمه الطبيعي ما بنحسوش. لكن اللي عنده دهون على الكبد بيبقى فيه سن تضخم، فبنقدر احنا يخبط في ايدينا واحنا بنكشف عليه. دهون الكبد زي ما قلنا مرض السهل الممتنع، يعني هو مرض سهل جدا علاجه وشائع جدا ما بنقلقش منه، لكن لو اهملناه ممكن يؤدي لتليف شديد على الكبد، وزي فيروس سي او البلهارسيا، الحاجات اللي بتدمر الكبد خالص. اتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.